ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. سنة 1939 اكتشف علماء الآثار أثناء قيامهم بحفر كهف في ألمانيا اكتشاف مثير للغاية. فهم عثروا على أجزاء من تمثال قديم منحوت في أنياب الماموس، واللي بيعود تاريخها لحوالي 30 أو 40 ألف سنة تقريبا. والتمثال الغريب ده، واللي بيعتبر من أقدم التماثيل اللي تم العثور عليها على الإطلاق، كان جسمه بيشبه جسد الإنسان وبيمشي على قدمين، لكنه عنده راس حيوان أو تحديدا راس قطة كبيرة جدا. وتم تفسيره على إنه أول مثال فني للبشر اللي بيجمعوا شيئين حقيقيين في شيء واحد خيالي، أو مزيج من الأشكال البشرية والغير بشرية، واللي ممكن يكون ليه بعض المعاني الرمزية المعقدة اللي احنا مش عارفينها أبدا. وده مش الدليل الفني الوحيد اللي القدماء اللي كانوا عايشين في روسيا سابوه وراهم، واللي بيقول لنا عن الوقت اللي اتقسموا فيه بيئتهم مع نوع من القطط المخيفة. فعلى سبيل المثال فن كهف شوفيه في فرنسا، واللي بيعود تاريخه لنفس الوقت تقريبا، بيوضح لنا ان الوحوش دي اللي بتجوب المناظر الطبيعية، واللي تم العثور على حفرياتهم في جميع انحاء القارة من اسبانيا والبرتغال في الغرب لصربيا في الشرق، وحتى امتدت يكون كمان، واللي بيعود تاريخها لما قبل حوالي 13,000 سنة تقريبا. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن ايه هي بالظبط القطط الكبيرة اللي اتجولت في جميع انحاء روسيا خلال العصر الجليدي الاخير. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والقط الكبير الغامض ده تم وصفه لأول مرة سنة 1810 من خلال جمجمة اتعثر عليها في كهف في جنوب ألمانيا. ومن الوقت ده تم العثور على العديد من حفرياتهم اللي بتمتد لعصر البليستوسين المتأخر من حوالي 129,000 ل 13,000 سنة فاتت. والأدلة الأحفورية دي بتوضح لنا إن هي كانت أكتر الحيوانات آكلة اللحوم انتشارا في روسيا في الفترة دي. وفي سنة 1866 أشارت إحدى الدراسات إن هما كانوا مجرد مجموعة غريبة من الأسود الحديثة، واللي العلماء أطلقوا عليهم لقب البنتريا ليليو، واللي هاجوا للشمال وتكيفوا مع البرد الشديد اللي كان موجود هناك. لكن الأمور بقت أكتر غرابة سنة 1996 لما في بعض الباحثين اقترحوا إن هو ممكن يكونوا مش أسود أصلا، لكنهم في الواقع بيكونوا أكتر ارتباطا للنمور. وبحلول سنة 2006 اقترح البعض إن هما كانوا نوع متميز ومنقرض من الأسود اللي ليها جذور تطويلية أعمق بكتير في روسيا، وسموها البنتريا سبيلا. وبناء على إن البقايا بتاعتهم ظهرت في الكهوف فبقوا معروفين باسم أسود الكهف. بس ده ممكن يكون بيرجع لمجرد قدرة الكهف على حفظ الأشياء. وبيعتقد في الواقع إن هما كانوا بيقضوا معظم وقتهم في الأراضي العشبية المفتوحة والموائل المشجرة كمان. وتحليل العظام لعدد قليل منهم بيشير إلى إن دببة الكهوف الصغيرة كانت جزء من نظامهم الغذائي، وده معناه إنهم احتمال كانوا بيصيدوا في الكهوف برضه في بعض الأوقات. وكمان دراسة الأعمال الفنية اللي صنعها الأشخاص القدماء اللي عاشوا جنبهم ادتنا بعض الأدلة حوالين هويتهم، ووضحت لنا إن هي كانت حيوانات اجتماعية بتحب تعيش في مجموعات عادة. لكنهم برضه كانوا بيظهروا بعض الاختلافات، زي مثلا إن ما تمش رسمهم أو نحتهم على إن الذكور منهم كان عندهم شعر حوالين عنقهم. ده غير إن في السنوات الأخيرة تم العثور على أشبال أسود الكهف المتجمدة اللي مدفونة في التربة السيبيرية، وتم اكتشاف 4 منهم لغاية دلوقتي، بما في ذلك واحد كان اسمه سبارتا، واللي ممكن يكون هو أفضل حيوان تم حفظه في العصر الجليدي على الإطلاق. وعلى الرغم من إن عمر الأشبال دول كان بيوصل لعشرات الآلاف من السنين، إلا إن كأنها ماتت امبارح بالظبط. وفي اختلافات تانية بين أسود الكهوف والأسود المعاصرة اللي ما تمش ذكرها أبدا في الأعمال الفنية ولا الحفريات كمان. فالأشبال بتمتلك طبقة تحتية سميكة من الفراء المجعد، وده هو اللي ممكن يكون منحها عزل حراري أفضل، وده مهم جدا في بيئتها الشمالية الباردة. بس في المقابل فراء الأسود الحديثة بيعتبر أكتر ملائمة للمناخات الأكثر دفئا، بحيث إن الحماية من الحرارة الزايدة بيكون هو اللي ليه الأولوية الأكبر. لكن على الرغم من الاختلافات اللي ذكرناها دي، إلا إن إحنا معرفناش لو كان واحد فيهم بينتمي لنوع فرعي من التاني، ولا الاتنين بينتموا لأنواع مختلفة أصلا. وعلشان كده العلماء كانوا محتاجين للحصول على الحمض النووي لأسود الكهوف.
لكن المشكلة بتتمثل في ان الدي ان ايه بيبدأ في التحلل بسرعة كبيرة جدا بعد الموت مباشرة. لكن اذا تم الاحتفاظ بالبقايا في الظروف المناسبة ليها واللي بتتمثل في البرودة والجفاف والبعد عن اشعة الشمس، فمن الممكن الحفاظ على الحمض النووي الخاص بيها. ولحسن الحظ ظهرت بقاياهم في التربة الباردة وفي الكهوف المظلمة والجافة، واللي بيعود تاريخها للحدود الزمنية للحمض النووي القديم. وده معناه ان في السنوات الاخيرة الباحثين اتمكنوا بالفعل من استخراج وتسلسل الحمض النووي للعديد من اسود الكهوف. واخيرا بعد مرور 200 سنة من وصف حفرياتهم لاول مرة، ساعدتنا دراسة الدي ان ايه الخاص بيهم على حل لغز هويتهم، واكتشفنا ان الاسود الحديثة هي اللي بتعتبر اقرب الاقارب الاحياء لاسود الكهوف. بس هي اظهرت برضو ان الاتنين دول كانوا بمثابة نوعين مختلفين من حيث الماضي بتاعهم. والتحليل الجيني سنة 2020 بيرجح ان الانقسام ده حدث من ما بين 500,000 و 2,900,000 سنة فاتت. والبيانات كمان بعد كده كشفت عن وجود انقسام داخل اسود الكهف نفسها، فيقال ان في مجموعة منهم كانت بتعيش في اوراسيا والتانية كانت بتعيش في برنيجيا. وده طبعا اللي ساعد في تفسير سبب اختلاف احجام حفريات الاسود في الاماكن دي، وبالتالي اتضح ان في فرعين منهم بيعيشوا في الشرق والغرب. والادلة الجينية ساعدت بعد كده في القاء بعض الضوء على الاسد الامريكي، واللي العلماء اطلقوا عليه لقب البنسيريا اتروكس، واللي كان النوع الثالث من الاسود في العصر البليستوسيني المتاخر، واللي كان اكبرهم كلهم. وطبعا زي اسود الكهوف الوراثيه كانت اصوله برضه مثيره للجدل لحد كبير قوي. فاتضح ان الاسود الامريكيه واسود الكهوف كانوا في يوم من الايام سلاله واحده، لكنهم انفصلوا عن بعض من حوالي 300,000 سنه تقريبا. وده ممكن يكون حصل لما مجموعه من اسود الكهوف في برنيجيا هاجرت لامريكا الشماليه وبقت في النهايه معزوله بسبب الصفائح الجليديه واللي ادت لظهور الاسد الامريكي. وكمان الاسد الكهفي الوراثي كان ليه دور رئيسي في تنوع الاسود خلال العصر الجليدي، ودي الفترة اللي شهدت اشعاع العديد من مجموعات الثدييات الكبيرة التانية. وعلى الرغم من صعودها لقمة السلسلة الغذائية الوراثية واللي بتمتد على مساحة شاسعة وتكاثر انواع تانية منفصلة من الاسود، الا ان قصتها انتهت من حوالي 13,000 سنة. فتغيير المناخ والتغييرات في وفرة الفرائس والضغط المتزايد من البشر ادى لانقراضها في النهاية مع العديد من الحيوانات الضخمة التانية في اواخر العصر البليستوسيني. لكنهم في المقابل برضه سابوا بصمتهم في الفن القديم اللي ألهموه، وفي كل الأسئلة العديدة اللي أثارتها الشخصية الغريبة اللي كان ليها راس الأسود. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأتمنى إن هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، وأشوفكم على خير إن شاء الله.